السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. اعدل نفسك كده يا ابني وفوق لي. النهارده هنتكلم بقى عن البرج اللي شهر القناه بتاعتنا، الناس المسيطره، الناس اللي ياما قوي في القناه، الناس اللي بتدوس لايك دايما، الناس اللي بتشير فيديوهات. فاحلى تحيه لكل بنات ورجاله برج الدلو واللي مهتم بيهم كمان. النهارده هنتكلم عن 5 نصايح هقدمها لك على السريع، مش هنطول، بس يا ريت تشوف الفيديو للاخر علشان تقدر تحكم على الفيديو كان حلو ولا وحش. فبعد اذنك شوف الفيديو للاخر، 5 نصايح فعلا هيغيروا حياتك يا برج الدلو. فبعد اذنك اعمل حاجه منهم، 2 3 4 او اعملهم كلهم. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه، تدور جوه نفسك عامه وتطلع الموهبه اللي انت اصلا مش عارفها. لازم تكتشف موهبتك في الريمونتادا. يا رب اكون عند حسن ظن حضراتكم كلكم. اول نصيحه بقدمها لك في 2023 لازم تركز فيها، لازم تعملها. فبعد اذنك لازم تشتغل كتير السنه دي، لان السنه دي سنه للشغل عندك. فكل ما تشتغل كتير كل ما ربنا هيكرمك، كل ما تشتغل كتير وتتعب هتلاقي الثمار بقت بسرعه، ثمار بقت اكتر. مطلوب منك انك تجتهد السنه دي. كل الدلو بيجتهد على فكره يا جماعه، بس اجتهد اكتر لانك انت هتتشهر اكتر، هتطلع ناس كتير من تحت ايدك، ناس كتير جدا هتعلمها. فبعد اذنك لازم تشتغل كتير، ودي نقطة مهمة جدا. ممكن تكون بالنسبة لك عادية، ما انا كل سنة بشتغل، ايه الفايد، ايه اللي هيعمل يعني بعدية؟ هل انا هطلع، هل انا هنزل، زي ما انا من سنين كتير، ايه يعني اللي انا بستفاده؟ هفيد ايه؟ ولا هتعامل ازاي اصلا مع اللي هيشتغلوا معايا؟ ما عادي، ما هو كده كده يعني كسل بكسل ومفيش اي مجهود انا بعمله بلاقي مقابله حاجات ياما. لا، هتلاقي الكسل هيروح يا برج الدلو. النقطه اللي بعد كده، احذر من التعلق. بعد اذنك يا برج الدلو ما تتعلقش السنه دي باي حد. قاعده يعني نقطه شد خط اللي بعده، قاعدة نقطة شد خط اللي بعده. قاعدتي ان انا ما اتعلقش بحد، النقطة ان انا لو اتعلقت ارجع تاني امسحها. شد خط، مفيش بعد كده كلام هيتكتب غير بمزاجي. فنقطة مهمة جدا بتمنى انك تاخد بالك منها يا برج الدلو، لان انت غالي عندي جدا وانا بحبكم فعلا مش هزار. النقطة اللي بعد كده علشان ما نطولش حلقة النهاردة، لازم السنة دي تبقى طويل البال، لان هتلاقي استفزازات كتير من ناس كتير انت كنتش تتوقع منها كده. فلازم تبقى طويل البال، نفسك طويل، تستحمل القرف. وكلنا بنشوف قرف، كلنا بنشوف خنقة، كلنا بنشوف نرفزة. استحمل، اهدى، عدي. الدنيا مش هتقف على فلان، الدنيا مش هتقف على علان، كده كده هيعدي وكله بيعدي والدنيا لذيذة خالص. هستحمل قرفك اوكي، هستحمل كلمة منك اوكي، وعادي ان انا اعدي، مفيش اي مشاكل. بس يعني ما تخليش حد يستفزك، ما تسمحش لحد. دايما الهي نفسك بشغلك، دايما الهي نفسك بحاجتك الشخصية. ما تسمحش، طول بالك على الصغير الطفل وعلى الكبير الراجل والبنت. النقطة اللي بعد كده واللي عايزك تسمعها مني وهتغير حياتك فعلا، اتعلم تختار. اتعلم تختار حياتك عامة، اتعلم تختار الشخص اللي هتعيش معاه، اتعلم تختار قراراتك، اتعلم تختار عملك لو ما كنتش شغال، اتعلم تختار تتعامل مع مين كويس ومين لازم تتعامل معاه بصرامة. اتعلم تختار، ما تترددش، خد قرار وعلم نفسك. وانا المره اللي فاتت عديت لفلان اللي كنت فاكره كذا، بس ما حطيتش ما بيني وما بينه حدود، فلا انا هتعلم من النقطه دي. ما هو ياما عدى عليك يا دلو، مش هنخسر حاجه لو احنا اتعلمنا نختار في الحب. لازم نكونوا واقعيين وفي نفس الوقت برضو بنختار بقلبنا، يعني نوازن، بس طبعا عقلنا هو المتحكم طبعا. فيعني بنتمنى انك تاخد بالك من اللي انت بتقول، تاخد بالك من اللي انت بتعمله، تاخد بالك من قراراتك، تاخد بالك. لما تاخد بالك هتتعلم حاجات كتير، ومن ضمنها انك تتعلم الاختيار السنه دي علشان هتوصل لحته تانية لو اتعلمت كده. الحاجه الاخيره، لا تشك، ما تشكش في حد السنه دي. اللي تشك فيه انساه، اللي تشك فيه انساه.
لان السنه دي مش وقته ان انا اشك ولا اعطل نفسي. الشك هيجيب غموض، والغموض هيجيب عدم اتخاذ قرار، والموضوع هيوجع دماغك وهيبقى فيه تردد كتير. هيبقى فيه تردد كتير يا انسه، يا انسه بتاع برج الدلو، هيبقى فيه تردد كتير. يعني اديني برميت معلومه اهو. فبعد اذنكم بلاش نشك في حد، بلاش نشك في حد، علشان الشك هيجيب غموض في الشخص، فهنبتدي ان احنا اصلا نتعامل معاه بحذر، واحنا مش عايزين كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله نحاول نفرحكم دايما. السلام عليكم، واستنوني في حلقات جديده.